تعال احكي لك ازاي هنتعامل مع التوتر الكبير اللي حاصل حوالينا. بسبب اللي حاصل والازمه اللي حاصله دلوقتي الناس كلها متوتره وقلقانه، يا ترى انا هعمل ايه، يا ترى خطتي الفتره الجايه هتبقى عامله ازاي، ايه اللي ينفع اعمله وايه اللي ما ينفعش اعمله. فخلينا نتكلم شويه بعض التبس اللي ممكن تساعد في ازاي نسيطر على القلق بتاعنا، وازاي اننا نقدر نتعامل بشكل يبقى برودكتيف اكتر ويساعدنا ان احنا نحس ان احنا ماشيين في سكه. متهيألي الفترة اللي فاتت ناس كتير حست ان هم تايهين، اكننا ماشيين في الغابة ومش عارفين احنا رايحين فين وجايين منين. متهيألي في الوقت ده اكتر حاجة هنعتمد عليها هي خبراتنا، هي الحاجات اللي احنا بنعرفها، هي ممكن لو معانا واحد او اتنين يقدروا يساعدونا ويسندونا في التوهان اللي احنا فيه، ممكن ده يبقى يساعدنا في التوهان في الغابة. ودول في افكار الرئيسية اللي هنتكلم عليها في الفيديوهات الجاية، ازاي نتعامل مع فكرة التوهان اللي احنا عايشين. تابعونا فيديو هنبدأ نتكلم على نقطة في إحساس التوهان وإزاي نتعامل مع القلق بتاعه.